السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ فيديو النهاردة بيتكلم عن 10 ألعاب للوي ومحدش سمع عنهم أو لعبهم قبل كده. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لإخواتنا إن ربنا ينصرهم ويقويهم في الحرب اللي هم فيها، وما تنسوش إن المقاطعة برضه حرب ومش هتنتهي غير بنصر إخواتنا إن شاء الله. ولو اتفرجت على الفيديو وعجبك يا ريت تحط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مستعدين؟ يلا نبدأ. اللعبة رقم 1 واللي اسمها ديفل زيرت. قصة اللعبة عن واحد اسمه إيفان، ده كان زمان مجرم كبير وشغال في منظمة سرية، وبعدين الحكومة قلبت عليهم وخدوه وسجنوه. المهم فجأة كده وبدون سابق إنذار نظام الدفاع بتاع العالم كله وقع، يعني خلاص الدنيا بقت سايبة ومفيش قمر صناعي ولا تكنولوجيا ولا أي حاجة بتحمي البلاد. وطبعا استغلوا الموضوع ده الجماعات الإرهابية اللي كانوا نايمين وقاموا احتلوا مدن ودول بالكامل. فجأة لقينا الحكومة مضطرة تطلع إيفان ده من السجن وتقول له يلا بقى يا معلم انقذنا، احنا في ورطة. الجيم بلاي بتاع اللعبة فيه ميكس غريب جدا ومش طبيعي بين السيوف والأسلحة النارية، يعني ممكن تلاقي نفسك بتضرب طلقات من بعيد وفجأة تقرب وتطلع السيف وتقطعهم تقطيع. اللعبة حرفيا كلها دم وسلو موشن وانفجارات، تحس انك بتتفرج على فيلم اكشن من بتوع زمان اللي كان كله ضرب من غير ما الناس تفكر ليه اصلا. والمثير في الموضوع ان السيرفرات بتاعتها قعدت شغالة لفترة قبل ما تتقفل خالص، وفي وقتها كان عدد الناس اللي بيلعبوا قليل جدا، يعني اللعبة اصلا كانت مظلومة رغم ان الاكشن اللي فيها كان حلو جدا. بس مشكلتها ان الجرافيك بتاعها مش احلى حاجه خالص بالنسبه للويو، بس الجيم بلاي بصراحه ممتع جدا. ده غير ان شخصيه البطل نفسه ايفان مجنون على الاخر، مليان تاتوهات وماشي شبه المافيا اليابانيه، وستايله مش مألوف خالص لابطال العالم التانية. باختصار كده اللعبه فيها طابع همجي جامد ومش اي حد يعرف يستحمله. واللعبه رقم 2 واللي اسمها بروجكت زيرو ميدن اوف بلاك واتر، دي بقى لعبه اللي هو فيها جو كده مرعب بارد تحسه بيشربك من جواك. القصه بتدور حوالين جبل اسمه هيكامي. الجبل ده مش جبل عادي، ده مشهور بالناس اللي بتيجي عليه وتنتحر. اللعبه بتحكي لك عن 3 شخصيات مختلفة بيحاولوا يحلوا الغموض بتاع الجبل ده، وكل واحد ليه قصته الخاصة. بتيجي بقى الميزة الغريبة في اللعبة دي وهي الكاميرا. انت بتستخدم كاميرا مش سلاح، كاميرا اسمها كاميرا اوبسكور. اللي بتعمله انك بتصور الاشباح عشان تتخلص منهم، فوانت ماشي كده بتلاقي اشباح طالعة فجأة من الارض ومن الحيطان ومن المية، وانت مضطر تثبت الكاميرا كويس وتصورهم قبل ما يقربوا منك، ولو ما عرفتش تصوره كويس بتاكل قتل محترم. الجيم باد بتاع الويو نفسه بيشتغل كأنه الكاميرا، يعني بترفعه وتلف بيه يمين وشمال عشان تحدد الشبح وتصور اللقطة الصح، وده كان إحساس رهيب جدا ومختلف عن أي لعبة تانية لعبتها. اللعبة كئيبة بطريقة مش طبيعية، الجو فيها كله رمادي ومطر وشجر ميت وأرواح حزينة، يعني مش رعب يخضك وبس. ورغم كده الأكشن فيها موجود، بس أكشن بطعم الرعب، اللي هو كل ما تصور الشبح بشكل أحسن كل ما ضربته تبقى أقوى، وأنت بتحاول تتتبع قصص الشخصيات اللي ضاعوا جوه الجبل ده. وصدقني النهاية كانت من أكتر النهايات اللي مخلياني قاعد ساكت شوية كده بعد ما خلصت اللعبة. واللعبة رقم 3 واللي اسمها تانك، واسمها غريب كده وتحسه لعبة عيال صغيرة، بس لا والله دي فيها اكشن مجنون. الفكرة انك راكب دبابة، بس مش دبابة عادية، لا دي دبابة ممكن تحط عليها اسلحة مجنونة زي ليزر عملاق او قذائف تطلع ديدان من تحت الارض او قنابل تعمل انفجارات بحجم مدينة. القصة ببساطة بتدور حوالين غزو مخلوقات ضخمة شبه الحشرات العملاقة، وهدفك انك تحاربهم بالدبابة بتاعتك وتفجر كل حاجة قدامك من غير اي نوع من انواع التفكير او التخطيط، يعني اللي هو امشي قدامه خلاص. التحكمات كانت مسلية جدا، وتقدر تستخدم الجيم باد بتاع الويو كأنك شايف من جوه الدبابة نفسها، وتستعمل الستيكات للتحرك والدوران وضرب القذائف. وساعات بيطلع لك وحوش حجمهم يغطي نص الخريطة، فتحس نفسك نقطة صغيرة قدامهم وبتحاول تهرب يمين وشمال عشان تعيش. بس اللعبة فيها مودات كتير، منها مود بيسمح لك تحط وشك على الدبابة باستخدام الكاميرا بتاعت الجيم باد، فتبقى قاعد تلعب والدبابة ماشية ووشك الحقيقي محطوط عليها. منظر يضحك بصراحة رغم ان شكلها بسيط ومش واخدة نفسها على محمل الجد، الا ان الاكشن فيها سريع وضاغط، اللي هو مفيش لحظة تهدي فيها، دايما في انفجارات في كل حتة ومحتاج تكون جاهز تضرب وتقلب الدنيا فوق وتحت. في كمان مود تعاوني، يعني ممكن تلعب مع اصحابك وكل واحد يركب دبابة وشوف مين يخلص الوحوش اكتر. بس طبعا بما ان اللعبة مش معروفة خالص فالناس ما بيلعبوهاش اونلاين، واغلب الوقت بتلعبها لوحدك او مع اصحابك قدام الشاشة. واللعبة رقم 4 واللي اسمها ذا وندرفول 101، ودي لعبة اكشن بس غريبة شوية، مش اكشن فردي بطل بيحارب لوحده، لا دي مجموعة ابطال صغيرين كده شبه الباور رينجرز بس
بس عددهم 101 بطل مع بعض. يعني الموضوع هنا مش سهل خالص، انت بتتحكم في مجموعة كاملة مش واحد بس. تخيل معايا كده انت ماسك مجموعة ابطال بيجروا مع بعض كأنهم سرب نمل، وكلهم بيتحركوا ككتلة واحدة. لما تيجي تضرب بتتحول الكتلة دي لسيف ضخم وبتبدأ تكسر به الوحوش اللي قدامك. الوحوش اللي بتحاربهم مش عاديين برضو، دول كائنات فضائية جايين يحتلوا الارض، وكل شوية تلاقيهم بيطلعوا آليات ضخمة وأسلحة غريبة بتحاول تخلص عليك. فبتحتاج تستخدم الجيم باد علشان ترسم الحركات اللي تخلي الابطال يتحولوا للأسلحة المناسبة لكل موقف. مثلا ترسم دايرة على الجيم باد يتحولوا لكرة ضخمة تدعس كل حاجة، ترسم خط مستقيم يتحولوا لسيف. فالموضوع بيخليك مركز طول الوقت. اللعبة نفسها شكلها كرتوني شوية بس مليانة أكشن جامد وضرب وانفجارات وناس بتطير في الهواء، والمهمات فيها طويلة ومليانة حاجات مفاجأة. يعني مستحيل تحس إنك بتلعب حاجة روتينية، دايما في حاجة بتحصل فجأة تقلب لك الجيم كله. غير إن اللعبة فيها شوية هزار وتحفير على الكليشيهات بتاعت أبطال السوبر هيروز، يعني هتضحك وأنت بتلعب كده من غير ما تحس. واللعبة رقم 5 واللي اسمها نانو أسولت نيو، ودي لعبة لو قلت لك إنك بتحارب جوه جسم الإنسان نفسه تصدق؟ والله أنت عبارة عن مركبة فضائية ميكروسكوبية، والمهمات بتاعتك إنك تدخل جوه خلايا الجسم وتقضي على الفيروسات اللي جوه. الموضوع شكله هادي كده لما بتسمعه، بس وأنت بتلعب بتحس إنك جوه معركة حياتك. الخلايا شكلها غريب جدا، زي كأنك واقف على كوكب صغير كده والدنيا حواليك بتتحرك. الفيروسات بتطلع من كل ناحية بألوان غريبة وشكلهم كده عامل زي الكائنات الفضائية، وانت بقى معاك مدفع صغير كده وبتبدأ تضربهم شمال ويمين. وكل ما تتقدم الأسلحة بتاعتك بتتطور والمدافع بتبقى أكتر وأقوى، وتلاقي نفسك بتضرب نار في كل اتجاه وانت مش عارف تلحق تطفي النار ولا تلحق تدافع عن نفسك. الجيم بلاي نفسه بيخليك تمشي حوالين الخلية كأنك بتلف حوالين كورة، يعني مش زي الألعاب العادية اللي بتمشي في خط مستقيم. لا، هنا لازم تبص حواليك 360 درجة لأن الوحوش ممكن يطلعوا من فوقيك أو تحتك أو من أي اتجاه. والمزيكا اللي شغالة في الخلفية مجنونة، تحس إنك في سباق موت وبتديك حماس فظيع. رغم إن اللعبة بسيطة ومش طويلة قوي، بس كل مرحلة فيها صعوبة محترمة وأكشن مضغوط 100 100، والموضوع كله مشهد بصري جامد كأنك بتتفرج على خلايا تحت الميكروسكوب، بس معركتهم حياة أو موت. اللعبة رقم 6 واللي اسمها زومبي يو، من أكتر ألعاب الزومبي رعب وضغط أعصاب شفتها في حياتي، بس مش رعب أفلام، رعب إنك تمشي وكل خطوة محسوبة عشان لو مت خلاص الشخصية اللي معاك بتموت للأبد وتكمل بشخصية جديدة مكانه. القصة بتدور حوالين مدينة لندن لما حصل فيها وباء وقلب كل الناس زومبي، وانت واحد من الناس القليلة اللي لسه عايشين. بتحاول تنجو وتلاقي أكل وعتاد وتدور على علاج. والمميز هنا إن كل حاجة بتحصل في الوقت الحقيقي، يعني لما تفتح شنطتك تشوفها بتتفتح على الجيم باد، بس وانت بتفتحها الزومبي ممكن يهجموا عليك عادي جدا وانت مش شايفهم. فالموضوع قمة التوتر. الأكشن هنا مش هو الأكشن بتاع كول اوف دوتي ولا ضرب نار كتير، هنا الأكشن الحقيقي إنك تحسب كويس كل طلقة معاك لأنه الرصاص نادر، ولو خلصت ضرب يبقى يا إما تضرب بشومة أو تضرب برجلك وتجري، فتحس إنك فعلا بتحارب عشان تعيش. اللعبة فيها فكرة عبقرية، لما تموت شخصيتك بتقوم بشخصية جديدة والشخصية اللي ماتت بتتحول لزومبي، ولو عايز تسترجع كل الأدوات اللي كانت معاك لازم تدور على نفسك الزومبي وتقتله، وانت ونصيبك بقى لو لقيته ولا لا. ساعات بتقابل الزومبي اللي هو كان انت قبل ما تتحول وما تعرفش تقتله بسهولة عشان بيبقى عليه كل اللي انت جمعته طول الجيم. اللعبة كلها مظلمة وكئيبة وفيها إحساس بوحدة شديدة، وكل صوت حواليك يخليك تتلفت وفي لحظات تلاقي نفسك بتجري زي المجنون عشان تنقذ حياتك. وأكتر حاجة بتخليك عايش فيها إنك تعرف إن الموت في اللعبة مش هزار، كل موت ليه تمنه. لعبة حلوة جدا لو بتدور على لعبة زومبي مش تقليدية. اللعبة رقم 7 واللي اسمها فاست ريسنج نيو، اللعبة دي أكشن من نوع مختلف شوية، أكشن عربيات بس مش أي عربيات عادية، سباقات مستقبلية بسرعة فوق الطبيعة. اللعبة بتحطك في مسارات جنونية فوق الجبال وسط أعاصير على طرق بتتقلب بيك وانت سايق، وساعات تمشي على سقف المسار نفسه وانت مش فاهم انت فوق ولا تحت. التحكم في العربيات حساس جدا، يعني لو عملت غلطة صغيرة وانت ماشي بسرعة مليون كيلو في الساعة بتلاقي نفسك طاير بره المسار. لازم تستخدم الزرار الصح في الوقت الصح، لان في اللعبة دي العربيات فيها نظام تغيير الطاقة بين لونين ازرق وبرتقالي. لو المسار تحته لون معين لازم تغير لون الطاقة بتاعك علشان تكسب سرعة اضافية، ولو ما غيرتش هتبقى زي اللي ماشي عكس السير وبتخبط في كل حاجة. التصميم البصري خرافي، كل تراك ليه جو الخاص، في تراكات فيها عواصف رملية وتراكات تانية فيها أمطار كهربائية وتراكات كأنك ماشي في الفضاء. كل سباق بيخليك قاعد على أعصابك لأن لو لمست أي حاجة وانت في السرعة دي خلاص انتهيت، فلازم تركز تركيز مش طبيعي ودقة لا متناهية. الأكشن في اللعبة مش في القتال زي الألعاب اللي فاتت، لكن في السرعة الجنونية ورد الفعل السريع اللي يخليك تحس كأنك بتسابق حياتك نفسها علشان توصل خط النهاية. واللعبة رقم 8 واللي اسمها سبلنتر كيل بلاك ليست، اللعبة دي من النوع اللي يخلي قلبك يضرب، مش من الخوف لا، من كتر التوتر والتركيز. انت في اللعبة دي مش جندي بيدخل يضرب الكل في وشه، انت راجل شبح بتدخل المكان من غير ما حد يحس، تعدي جنبهم وتكتم نفسك وتقضي على العدو من ورا ظهره وهو مش واخد باله.
باله، بس اوعى تفتكر انها لعبة تسلل بس، تقدر تقلب اكشن جامد لو انت اتقفشت، تطلع السلاح وتبدأ تضرب نار وتقلبها ساحة حرب. الخرائط كبيرة وفيها كذا طريقة توصل بيها لهدفك، ممكن تتسلق، تعدي من فتحة هروب، تستخبى فوق، او تمشي بين العدو وتستخبى في الضلمة، وكل حاجة على حسب دماغك، انت اللي تقرر تلعبها ازاي. في مراحل بتخليك تتسلل جوه قواعد عسكرية، وفي تانية بتبقى في مدن، وفي واحدة هتلاقي نفسك بتطارد واحد فوق اسطح، وكل ده وانت حابس نفسك عشان صوت خطوة ممكن يكشفك. في ادوات تساعدك زي نظارة حرارية واجهزة تشويش وقنابل تلهي العدو، وكل ما بتكمل مراحل اكتر بتفتح حاجات جديدة تطورها وتخليك اخطر. اللعبة دي كانت نازلة على كذا جهاز، بس نسخة الويو ليها طعم تاني، خصوصا ان الشاشة اللي في الدراع بتخليك تغير الاسلحة وتخطط بشكل سهل وسريع من غير ما توقف اللعب. والمميز فيها كمان انها مش مشهورة وسط جمهور الويو، لان الكل كان رايح للالعاب العادية زي ماريو، انما دي لا، دي للناس اللي بتحب الالعاب الرجولية التقيلة. واللعبة رقم 9 واللي اسمها سنايبر إليت V2. اللعبة دي مش لعبة ضرب نار وخلاص، دي لعبة بتخليك تحس انك راجل في مهمات خاصة، واحد شغال لوحده ووراه هدف معين، وكل طلقة بتضربها بتحسبها كأنها حياة او موت. بتبدأ في مدينة مدمرة كده شبه اوروبا وقت الحرب، وانت معاك بندقية قناص وعندك معلومات عن ناس لازم توقعهم، بس مفيش نط وضرب نار عشوائي، انت لازم تتسلل وتستخبى وتراقب من بعيد وتستنى اللحظة الصح عشان تضرب طلقة واحدة بس تكون مميتة. واكتر حاجة هتخليك تدمن اللعبة هو النظام اللي بيخلي الطلقة تطلع بالتصوير البطيء وتخش جوه جسم العدو وتوري لك العظم بيتكسر من جوه كأنها أشعة كده، تبقى شايف انت عملت ايه بدقة، وده بيخلي كل ضربة ليها طعم. في مراحل كتير وكل مرحلة بتقيس ذكائك مش بس مهاراتك، زي مثلا تمشي ازاي من غير ما حد يشوفك، تضرب فين من مكان عالي ولا فتحة في سور، ومين اللي لازم توقعه الأول علشان الباقيين يتلخبطوا. العدو كمان مش غبي، لو غلطت هيتجمعوا عليك ويقلب الموضوع مطاردة، وساعتها لازم تغير مكانك وتبقى أسرع منهم. اللعبة فيها أكشن وتخطيط، وفي نفس الوقت مش محتاج تقرا كلام كتير ولا تفهم حوارات، كل حاجة واضحة بالحركة. لعبة مسلية جدا لو بتحب نظام التسلل والتخفي والقنص. اللعبة رقم 10 واللي اسمها أسولت أندرويد كاكتوس. اللعبة دي شكلها كرتوني من بره، لكن من جوه جهنم. انت بتلعب بشخصية كده روبوت شبه بنت نازلة جوه سفينة فضاء كبيرة، وكل ما تمشي شوية تلاقي الوحوش الآلية طالعة عليك من كل حتة، وانت بقى لازم تضرب وتتحرك وتتفادى بسرعة وبدون رحمة. اللعبة مش بتهدي خالص، من أول ثانية لحد ما تخلص المرحلة الضرب ما بيوقفش، والوحوش بيتكاثروا حواليك زي النمل، وانت لازم تفضل تتحرك يمين وشمال، تضرب وانت بتجري وتمسك الطاقات والذخيرة عشان ما تفصلش. اللي يخلي اللعبة ممتعة انها مش بس اكشن، دي بتديك كذا شخصية تلعب بيهم، وكل واحدة ليها سلاح مختلف وستايل لعب مختلف. في واحدة معاها سلاح زي الشوت جان، وفي تانية معاها ليزر طويل، وفي تالتة بتفجر الارض اللي حواليها. والمراحل كلها عاملة زي متاهات ماشية بتتغير، الارضية تتحرك، في نار تطلع من تحتك، وممكن تلاقي نفسك محاصر في مربع ضيق والوحوش داخلة عليك من كل ناحية، وساعتها لازم تبقى سريع وتفكر وانت بتضرب. اللعبة كلها الوان مجنونة ونظامها اركيد، يعني مفيش قصة ولا كلام تقراه، بس فيها متعة مش طبيعية، خصوصا لو لعبتها مع صاحبك على نفس الجهاز. وبس كده يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة الافضل 10 العاب للويو محدش سمع عنهم او لعبهم قبل كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.